السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير باذن الله. جبت لكم دكتورة فاطمة زي ما هي، زي ما انتوا عايزين وطلبتوا مني في كل الحلقات. مش عارفة هي عاجباكم في ايه، يعني ما كانش 100% اللي انتوا عايزينه. دلوقتي باذن الله احنا مش بنتكلم تالت ثانوي بس، احنا بنتكلم من سنة اولى لسنة تالتة. وطبعا يعني بما ان تركيزنا بيكون منصب شوية على سنة تالتة، فاحنا هنسيبه من الاخر عشان يسمعوا الفيديو الاخر، ونبدأ في سنة أولى وسنة تانية. ازاي تأسس نفسك في أولى وتانية لتالتة؟ خلينا نسأل السؤال الأول، هل لو أنا ما ذاكرتش في أولى وتانية ده هيأثر في تالتة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة فاطمة أحمد، ممارس عام. عايزة أقول حاجة حلوة جدا. ملناش دعوة بقى إيه لو أنا كنت فاشل في أولى وتانية، هل هجيب يا ترى في تالتة أو هذاكر أو مش هذاكر؟ لا، احنا خلينا دلوقتي، احنا خلاص دخلنا تالتة، واللي حصل حصل، ذاكرنا أو ما ذاكرناش دي حاجة بقى ايه حصلت. فاحنا خلينا دلوقتي، احنا خلاص دخلنا تالتة، فنستعين بالله. ومفيش حاجة اسمها انا ما كنتش مذاكر فانا مش هجيب، لا، انا هعمل اللي عليا. وكلها في الاول وفي الاخر نصيب وارزاق وتوفيق من عند ربنا. وان شاء الله ربنا هيوفقكم وهتبقوا كويسين وهتفرحوا ان شاء الله بالنتيجة بتاعتكم. تمام. يعني وانا هضيف حاجة، مع اني انا بدرس كورس تالتة، ان مناهج التالتة ملهاش علاقة لا بأولى ولا بتانية، فانت منهج تالتة منفصل. هي بس هتبقى محتاجة زي ما هي قالت لي. يلا. انا عايزه اقول بس هو الفكره اللي ممكن بيذاكر في اولى وتانية هتفرق معاه ان هو اصلا اوريدي عارف طريقه المذاكره ايه، وعارف هو بيحب يذاكر امتى، وقت قد ايه، بيستوعب ازاي، بعد قد ايه الدرس بيخش دماغه. لان استيعابنا كلنا غير بعض، في ناس بتفهم من اول مره، في ناس بعد المره الثالثه، في ناس بتفهم صعب تحفظ، فعلى ما تحفظ بتاخد وقت طويل. هو ده اللي هيفيده وهتسهل عليه بقى. انا خلاص انا ايه الصفحتين مثلا هياخدوا معايا ربع ساعه كده، فده هيسهل عليه في الموضوع ده. بس غير كده ان شاء الله يعني الدنيا هتبقى تمام يعني. يعني هو بس طريقة المذاكرة، هو اوريدي داخل تالتة عارف هو هيعمل ايه. هتصل، هو اوريدي داخل تالتة عارف هو هيعمل ايه. غير مثلا اللي ما ذاكرش في اولى وتانية، فهو ايه هيتعب جامد جدا على ما يمشي بنظام معين. وحاجة تانية هي هتقول لكم عليها، نظام اذاكر بالليل ولا الصبح. بالنسبه لوقت المذاكره ما فيش حاجه اسمها احسن وقت المذاكره الفجر. لو انت متعود ان انت تقوم تذاكر الفجر قوم ذاكر الفجر. لو انت متعود تذاكر بالليل اوعى 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 تحاول ان انت تذاكر الفجر، هتلاقي نفسك مصدع ومقريف ومش مركز ومش هتعرف تحصل حاجه. لو انت اوريدي طول عمرك بتذاكر بالليل افضل طول عمرك ذاكر بالليل. لو انت طول عمرك بتذاكر الفجر ذاكر الفجر. محدش يغير وقت مذاكرته. شوف انت بتبقى مركز امتى، البيت عندك بيبقى هادي امتى، بتبقى انت هادي امتى، قدره استيعابك امتى، وذاكر في الوقت ده. ما تحاولش تغير لمجرد ان زميلك قال لك انا بصحى الفجر وبخلص المنهج كله قبل ما الظهر يأذن وبراجع 3 مرات. هو ده كترة استيعاب. وانت بقى روح قول له انا الساعه من الساعه 1 للساعه 2 بخلصه 10 مرات يعني. ما احنا كل واحد ليه تجربه الفرديه بتاعته، مش كلنا شبه بعض. المهم تذاكر بالليل، الصبح، في عصر، الوقت مواصلات، الدنيا عندك هاديه فيه واللي انت تقدر تستوعب المهم فيه. تذاكر. وجملة شهيرة اللي احنا بنقولها، اللي هو تذاكر ساعة بتركيز أحسن من 10 ساعات من غير تركيز. طيب، لو انت بقى هتدي 3 نصايح بالظبط، نختم الفقرة الأولى وتانية. 3 نصايح بالظبط الأولى والتانية، إن هم يستعدوا لتالتة، وإن هم الناس اللي لسه يذاكروا. داخلين ثانوي يعني. الناس اللي لسه داخلين ثانوي. يحاولوا يذاكروا على قد ما يقدروا، يحاولوا يفهموا كويس جدا. يحاولوا ان هو يخلوا سنة اولى او سنة تانية تيست لسنة تالتة. يعني هو ايه، انا هختبر نفسي السنة دي هشوف انا هقدر اعمل ايه. عشان انا زي ما قلت قبل كده، ان هو انت عرفت نظامك ايه في اولى وتانية هترتاح في تالتة. يعني خلاص انا عارف ايه النظام بتاعي وكده. وبلاش توتروا نفسكم. يعني مثلا اولى وتانية قلنا تيست. يعني مثلا انا في سنة تانية جبت درجة وحشة في الكيمياء، خلاص انا عرفت ليه، لان انا ما فهمتش الحاجة الفلانية دي كويسة. ففي تالتة هقدر بقى يعني خلاص. انا مثلا عندي ديفكت في الحته دي، ديفكت في الحته دي. معلش ففي سنه تالتة بقى خلاص انا اوريدي عرفت الديفكت، فانا هخش اصلح على طول. فده يعني ايه احسن بقى ما اخش سنه تالتة ولسه انا مش عارف ايه الديفكت بتاعي، ولسه بقى هبتدي من اول وجديد. فانا اوريدي داخل انا عارف ايه مشكلتي وهصلحها على طول، لسه مش هخش في التجارب كتير يعني. طب ونصيحة تالتة؟ النصيحة التالتة ما تسمعش كلام حد. اختار صحابك اللي انت هتمشي معاهم كويس قوي. ما تسمعش كلامهم. لو هو صاحبك محبط ما تمشيش معاه. لو هو صاحبك بيشدك للصح روح معاه. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل.
دايما شوفوا اللي معاكم، يعني سواء مش بس صاحب، سواء قريب، ابن عمك، ابن خالك، اي حد قريب حسيته ان هو بيقلل منك، بيقلل من مجهودك، طب بيقلل من أقول اي السلام. حاجه، على السلامه. على السلامه. ما فننزل أحد ت... الكلام فين؟ قصدك ايه؟ لا ولا تمام. انت بتقولي اصلا. طيب. ده بالنسبة لأولى وتانية، ودي كانت فكرتها. كانت مصممة إن إحنا نعمل فيديو تأسيسي أولى وتانية. تقولي أنت ليه ما بتتكلميش عن أولى وتانية؟ ليه ما حاطة اهتمامك بس لتالتة؟ فإحنا ده رضيناه. طيب خلاص يا والله أنا كنت هضيف، بس خلاص مش عارفة أضيف على اللي هي قالته، أختي برضه لازم أطبل وبتاع. فأتمنى لكم التوفيق، والفيديو ده بجد بجد من كل قلبي. أتمنى إن انتوا ما تعملوش لا شير ولا لايك ولا سبسكرايب، علشان لو اتعمل والفيديو ده نجح فانا هتذل طول حياتي. فاتمنى لكم التوفيق وما تعملوش حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.